أنا سمعت من خلال برنامج تلفزيوني أنهم يقولون أن رئيس المجلس الوطني الانتقالي لم يفي بوعده ونكث وعده ولم يقدم استقالته ولم يقدم نفسه للمحاكمة كما قال. أولا أنا لم أقل أنني سوف أقدم استقالتي فور تحرير سرت. وأنا سأستقيل بمجرد سقوط النظام. أنا فقط تحملت هذه المهمة. أنا لست سواقا للمسؤولية وليست لدي أي أجندة. أولا أنا لم أقل أنني سوف أقدم استقالتي فور تحرير سرت. فقط أريد أن أستوضح منك، أنتم قلتم بأنكم ستستقيلون بمجرد التأكد من سقوط النظام ودخول البلاد في مرحلة أخرى، هذا قرار نهائي؟ السؤال الأخير الشيخ مصطفى عبد الجليل، هل سيستقيل كما قيل؟ هناك كانت إشاعات كثيرة تقول أن بعد التحرير ستقوم بالاستقالة. كنت مصرا على ذلك، ولكن وجدت أنه من الأمانة ورأيت أنني أستمر حتى تتم الانتخابات. حتى تكون الانتخابات. أولا أنا لم أقل أنني سوف أقدم استقالتي فور تحرير سرت. وأنا سأستقيل بمجرد سقوط النظام. أنا فقط تحملت هذه المهمة. أنا لست سواقا للمسؤولية وليست لدي أي أجندة.